سيداتي وسادتي، اهلا بيكم من بيرث استراليا. ازيكم؟ من فترة قريبة جات لي فرصة ان اروح زيارة لمدينة بيرث عاصمة ولاية غرب استراليا ويسترن استراليا، كل الناس هنا بتسميها WA. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الجو وكمان المواصلات في مدينة بيرث. الجو هناك هو الاحسن في استراليا كلها، والمواصلات هناك بالنسبة لمدينة تعتبر ريجنال لا هي سيدني ولا ملبورن بهرتني الصراحة. في حاجات هناك في موضوع المواصلات ده مش موجودة هنا اصلا في مدينة ملبورن اللي انا عايش فيها. بيرث متطورة عن ملبورن في حتة المواصلات دي. بالنسبة للطبيعة فبيرث ما فيهاش كم المباني والابراج العاليه زي باقي المدن الاساسيه او المدن الرئيسيه هنا في استراليا، واشهرهم سيدني. بخلاف كم مبنى كده للشركات واوتيلين 3 في السيتي، مش هتلاقي مباني او ابراج تانية خالص. مفيش فيها موضوع الابراج السكنيه في كل حته في السيتي زي مدن تانية كتيره جدا في استراليا، وده محافظ على المساحات الخضراء فيها. هنا في بيرث مش هتلاقي الابراج والمباني العاليه والحاجات اللي انت بتشوفها في المدن الكبيره زي سيدني وملبورن، يعني بخلاف مثلا الكام مبنى اللي ورايا دولت وبس. مش هتلاقي اي مباني عاليه، الكلام ده في قلب السيتي. بيرث هي تقريبا المدينه الوحيده الريجنال، يعني اللي هي متطرفه شويه، بيعتبروها هنا زي الارياف كده في استراليا، وما حسيتش فيها ابدا ان هي مدينه صغيره. هناك كل حاجه فعلا متوفره. في بيرث في قلب السيتي عاملين نافوره كده ووتر بارك ببلاش جنب اشهر نهر هناك اللي هو بيسموه السوان ريفر، بحيث العائلات والاطفال يلعبوا فيها طول الويك اند وكمان في الاجازات. اليزابيث كي دي واحده من اشهر المناطق اللي موجوده هنا، او اشهر الحتت اللي معروفه واللي موجوده هنا في قلب السيتي في بيرث. اي فاير ووركس، اي العاب ناريه بتتعمل هنا. الحته اللي تحت دي اصلا، او الساحه اللي تحت دي كلها، دي عباره عن زي نافوره كده صغيره، يعني كل الفتحات اللي هنا دي كده، كل دي كده بيطلع منها بقى ميه، والناس هنا بتيجي تفرش بقى وتاولز وحاجات، والاطفال هنا بتيجي تلعب يعني في وسط الميه كده. المنطقه بتبقى زحمه جدا جدا في وسط الويك اند. انا زرت مدن تانية ريجنال في استراليا زي الجولد كوست وكمان مدينه كانز، بس في بيرث حسيت ان الدنيا سهله كده. كل حاجه هناك جنب بعض، وكل حاجه هناك متخطط لها صح قوي. طيب، هو في بيرث مش كل حاجه متخطط لها صح قوي. يعني الشكل اللي وراه او الفيجر اللي وراه دوت، ده اسمه هنا الكاكتس فيجر، ده موجود في وسط المدينه هنا في قلب بيرث في السيتي. الشكل ده انتوا لو بصيتوا عليه كده مش هتفهموا هو عباره عن ايه او هو بيمثل ايه، بس لو جيتوا قربتوا منه كده هتلاقوا هو زي معمول من زي ألومنيوم كده او ميتال. الشكل ده اتعمل سنه 2011 من الحكومه هنا، وتكلفته كانت مليون دولار. الشكل اللي وراه ده هو اسمه الكاكتس. هو شكله حتى لو بصيته هو عامل زي الصبار كده يعني، بس هو معمول من الميتال. تكلفته اتعمل سنة 2011، تكلفته مليون دولار. ليه اتعمل بالمنظر دوت؟ هو اتعمل من الحكومة علشان الشكل دوت، يعني في اوقات معينة في السنة الشمس لما بتنزل عليه بشكل معين بيكتب كلمة بيرث على الارض هنا. فمش كل حاجة هنا بتتعمل بحساب. الشكل اللي وراه ده اتعمل وتكلف مليون دولار عشان بس يكتب كلمة بيرث على الارض. المدينه كلها بتتمحور حوالين اشهر نهر اللي هو السوان ريفر. كل حاجه هناك مبنيه بحيث تطل عليه، والمنظر هناك حلو جدا. المدينه فعلا جميله سواء الصبح او بالليل، والمساحات الخضراء هناك بتديك كده احساس بالهدوء. بيرث حلوة قوي يا جماعة، قوي والله مش تهريج. انا دلوقتي في واحد من الاماكن المشهوره قوي هنا اسمها كينجز بارك. كينجز بارك ده زي جنينه كده او بارك كبير قوي هنا، واشهر مكان هنا موجود في السيتي. الحلاوه بقى او احسن حاجه في البارك دوت ان هو مساحه خضراء كبيره قوي زي ما انتم شايفين كده، والمنظر اللي بيطل عليه هو المنظر اللي وراه ده. النهر اللي هناك دوت هو سوان ريفر، ده اشهر نهر هنا في بيرث. الناس هنا بتيجي في الاعياد هنا تقعد. في يوم استراليا مثلا بيجوا هنا من الصبح عشان الفاير ووركس، العاب النت بتتعمل هنا. وفي على المكانين هنا كده، هنا وهناك، دول الوور ميموريالز للناس اللي هي ماتت في الحروب وكده، يعني بيعملوهم دايما في كل ولايه في استراليا. حتى ممكن تشوف اهو في ناس حواليا قاعدين وبيفرشوا وكده، اللي معاه كلب واللي بيجي هنا يجري. البارك كبير، وفي الويك اند لو انت جيت هنا اعمل حسابك انت مش هتعرف تخرج اصلا او تمشي بسهوله، لان هيبقى في هنا زحمه كتير جدا. في بيرث في كميه اماكن سياحيه كتيره قوي ممكن تزورها في قلب السيتي، بالذات المتاحف. بيرث مليانه متاحف. عندك الارت جاليري، المتحف بتاع الولايه نفسها، والبيرث مينت، المتحف بتاع المناجم في مدينه بيرث، والسوان بيل تاور، وده زي برج كده كله زي اجراس. والناس اللي هي الحبيبه بالذات بيروحوا هناك، في زي اقفال كده بتجيبها لوكس وبتحطها هناك عند المداخل كده،
بتكتب اسمك انت والشخص اللي انت بتحبه يعني، وبتعلق اللوكس دي كده موجوده، بحيث لما ترجع او لو جيت بيرس تاني مثلا بعد كذا سنه الاقفال دي بتبقى موجوده. كميه اقفال كتيره جدا، ممكن تبقى مثلا 1000 او 2000. ده غير ان انت ممكن تطلع فوق وتشوف البرج ده اصلا بيشتغل ازاي. كل الحاجات دي على مسافه تمشيه مثلا من بعض، او ممكن كمان تركب الاتوبيسات بتاعه الكات اللي هي ببلاش دي، تتنقل بيها ما بين كل الاماكن السياحيه والمزارات في مدينه بيرث. الاتوبيسات بتاعه الكات دي بتكون ببلاش، ما تدفعش فيها اي حاجه، زي ما في ميلبورن كده في الفري ترام زون، الاماكن اللي انت بتتنقل فيها في وسط السيتي ببلاش عن طريق الترام. كمان في بيرث في الفري باص زون، شويه اتوبيسات كده بتتحرك في قلب السيتي اللي عليها رمز الكات القطه دوت، وما بتدفعش فيها برضو اي فلوس، بتوصلك لكل الاماكن السياحيه في بيرث من غير ما تدفع ولا مليم. ولايه WA ويسترن استراليا غرب استراليا هي اكبر ولايه في استراليا كلها من حيث المساحه، واغلب مساحتها صحراء، علشان كده هي اكبر مصدر للمعادن في استراليا كلها. على بعد ساعتين بس سواقه من مدينه بيرث هتلاقي نفسك في واحده من اكبر الصحاري اللي موجوده في الولايه دي، بيناكلز ديزرت. كل حاجه موجوده هنا في بيرث، عايز شواطئ موجود، عايز مساحات خضراء موجود، عايز تقضي وقت في الصحراء وتيجي هنا بقى تشوف انت يعني لو ليك في الجو بتاع الصحراء والحاجات دي برضو موجود. كل الحاجات دي موجوده في مدينه واحده بس يعني. فانا دلوقتي في صحراء هنا اسمها بيناكل ديزرت. الصخر اللي هنا ده كده اسمه، الصخر اللي ورايا ده كله اسمه بيناكلز. انا ما زرتش اماكن كتيره في استراليا، ممكن خلال نفس اليوم على بعد كام مثلا كيلو من بعض تلاقي مثلا شواطئ وبحر ومساحات خضراء وصحراء، كل ده على بعد كام كيلو من بعض. كل ده بقى كوم. وروتنست ايلاند دي كوم تاني. روتنست ايلاند دي ببساطه عباره عن جزيره ممكن تركب لها فيري عباره على طول من بيرث، او بتركب ليها ترين قطر من بيرث تكلفته $5.10 لمدينه تانية حلوه قوي لازم تزوروها اسمها فريمانتل. في الميوزيوم في ساحه كده كبيره، اللي هي الساحه اللي ممكن انت تخشها وتتمشى فيها. كل ده فور فري يعني، كل الاماكن دي كده الحته اللي انا فيها دي والكافيه وكل حاجه فور فري. ولو انت بقى حبيت تعمل فيه زي برايفت تورز كده لكذا سيكشن، كل تور بتبدا في وقت معين بس لازم تحجزها بقى من بره هنا من عند الريسبشن. كل الاريا اللي موجوده هنا دي، كل الحته اللي انا فيها دي ممكن تخش وتتفرج فيها فور فري. انما لو حبيت تعدي بقى الجيت وتروح الحته الثانيه دي، لا لازم يبقى معاك برايفت تور. نص ساعه مثلا في تور جديده بتبدا وبيعملوا الجرس كده وبيعلنوا عنها، تور بتخرج وجوله ثانيه او تور ثانيه بتبدا. ايه الاوض اللي كانوا بيعملوا فيها الفيزيتيشن اللي هو الزيارات، مثلا في مسؤول جاي حد يزوره هو بيقعد هنا واللي بيكلموهم بيقعدوا الناحيه الثانيه. غالبا دول او بتوع دول هم دول اللي بيوصلوا الصوت من هنا للناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه بتاعت الانتظار، والناحيه دي بتاعت المساجين. عاملين لك هنا كمان زي لوحه كده انت ممكن تاخد هنا فيها صوره يعني. لو انت كده دي زي حاجه ميتال كده انت ممكن تمسكها وتاخد صوره هنا يعني انت ممكن. من فريمانتل هتاخد بقى العباره، ويفضل تحجزها من قبلها بالذات لو رايح في يوم اجازه او ويك اند، ما تعملش زيي. بمجرد وصولك بقى البي شات في فريمانتل فانت عندك اوبشنين، عندك شركتين. في شركه اللي هي سي لينك، يعني هم عبارتين في تو فيريز، كل شركه بتروح بقى وليها رحلاتها وكده. في سي لينك وفي شركه ثانيه كده اسمها روتن ايلاند اكسبريس. كل شركه ليها مواعيد رحلات واكيد ليها اسعار. فانا هخش اشوف ايه الرحله اللي جايه لكل شركه وتكلفتها كمان قد ايه. يبقى انا للحظه ما كنتش هروح الايلاند اصلا، لان الشركه الاولانيه اللي هي سي لينك اخر رحله عندهم بتطلع الساعه 4 وبتطلع الساعه 4 من هنا، تاخد نص ساعه فبتوصل هناك 4:30 والرحله اخر رحله بترجع الساعه 5. فانا هقعد بالظبط هناك ربع ساعه وبعد كده هيقولوا يلا يا جماعه يلا عشان نرجع، فما كانش ليها لازمه وكنت هكنسل الموضوع. بس لما شاركت مع الشركه الثانيه اللي هي اسمها روتنست اكسبريس، لا اخر رحله من الايلاند بترجع على هنا على فريمانتل الساعه 6:30 والرحله الجايه اللي هتطلع الساعه 4. فدي حاجه كويسه، انا كده هيبقى معايا مثلا هناك ساعتين ولا حاجه فممكن الحق اعمل فيهم اي حاجه. بس كل شركه ليها مواعيد. الفرق السعر مش كبير، هي واحده 7.79 الثانيه 78، مفيش فرق كبير. لكن الفرق في المواعيد، واحده عندها مواعيد اكتر من الثانيه. فده البتاع اللي انا جبته اهو، تيكت اعلام باسم البتاع. والتكلفه تكلفه الشركه اللي انا رحت معاها اللي هي روتنست اكسبريس كانت $78.
Thank you. أول واحد يدخل الفيلم. بمجرد ما توصل روتنست ايلاند هتشوف الكائن ده اسمه الكوكا، وده اكتر حيوان بيضحك ومبتسم في العالم، وهو اشهر حيوان هناك. الناس بتجيله من كل حتة في العالم علشان تتصور معاه. طيب الكوكا اللي هو الحيوان المبتسم، اكتر حيوان مبتسم في العالم، انت مش محتاج اصلا تروح اي حته هنا عشان تلاقيه في الايلاند. انت مجرد ما توصل هتلاقيهم اصلا بيتمشوا حواليك كده في كل حته في الجزيره. والمشكله ان هم يعني مش يعني هم في علامات في كل حته ان انت ما تديهمش اي اكل، وحاطين لهم يعني في كل كافيه وفي كل مكان هتروحوا هتلاقي فيه زي علامات كده بتقول لك ان انت اقفل الباب او اقفل الانترنس او المدخل وراك علشان هم ما يخشوش. يعني مثلا دلوقتي لو انا جيت خرجت كده اهو مثلا، في كل مكان انت هتروحه هتلاقي فيه العلامه بتاعت اقفل الباب وراك، لو دول ممنوع يدخلوا، هنا برضه ممنوع يدخلوا. فانت وانت اي داخل اي كافيه او اي مطعم او اي حاجه هتلاقي دايما العلامه دي موجوده في وشك كده، اللي هو اتاكد ان انت قفلت الباب كويس علشان الكوكا الحيوانات دي ما يدخلوش. في كل حته في علامه ما تاكلهمش في كل حته. انا طول ما انا ماشي، لان هم كتير، واضح ان هم كتير. انا كنت فاهم ان هم ليهم زي مستعمره او حاجه هنا، مكان هم عايشين فيه والناس بتروح تزورهم وتتصور معاهم. لا، هم ماشيين حوالينا اهو. يعني انا بتكلم اهو، ماشيين حوالينا في الجزيره عادي جدا اهو، عادي جدا ولا الهوا. هم ماشيين عادي جدا بيدوروا بس على اكل. للاسف عشان انا جيت الجزيره هنا بعد الساعه 4 تقريبا، فاغلب الحاجات قفلت. كل حاجه بتقفل ما بين 3 ل 4. فلو جيتوا هنا او بتفكروا تيجوا هنا لازم تيجوا من الصبح بدري، عشان في حاجات كتيره قوي تتعمل. في ناس اصلا بتيجي هنا وتبات، يعني في زي كامبس كده وشقق صغيره، يعني الناس بتأجرها عشان تقعد هنا فيها اليوم، وبعد كده تاني يوم ترجع بقى بالعباره دي على بيرث تاني. فلو جيتوا هنا لا، لازم تيجوا من الصبح بدري قوي، عشان في حاجات كتيره قوي هنا ممكن تعملوها. في اماكن كده بتروحها بتحس سبحان الله بجد. انا مش هتكلم، انا بس عايز اوريكم انا شايف ايه، ما عدا بس الغربان ديت. المنظر بجد تحفه. الرمله في الجزيره كلها هي الرمله البيضه ديت، وعاملين لك هنا هو زي اماكن تقعد فيها يعني. عامل لك كمان اماكن شاوي، عشان كده في ناس هنا بتيجي ممكن تقضي اليوم كله وتبات كمان وترجع تاني يوم بالعباره، لان انت ممكن تعمل حاجات كتير قوي هنا وهتقعد بقى وتستجم. شوايات اهي، انا حاسس ان في هيت غالبا حد كان مستخدمهم. ودي اماكن انت ممكن تقعد وتشوي فيها بقى كعيله. والممشى الصغير للبيتش. ولما انا كنت بصور بالدرون فوق خدت بالي ان في زي فرق في الوان المايه، فواضح ان في اماكن هنا كتيره انت ممكن تعمل فيها سنوركلينج. المنظر حلو قوي، وعدد الناس اللي بيجي هنا بالذات في وسط الاسبوع مش كبير، والجزيره نفسها كبيره، فانت حتى لو الجزيره زحمه اكيد هتلاقي مكان انت هتعرف تقعد فيه لوحدك او براحتك او كده. الدنيا حلوه جدا والجو تحفه. درجه حراره النهارده 31، ومفيش رطوبه خالص خالص. بيرث صراحه انت احلى بكتير جدا كمدينه مما انا كنت متوقع. بيرث يا جماعه ابهرتني بكل حاجه فيها. الاكل في بيرث كانت اكتر حاجه انا قلقان منها، لاني كنت عارف قبل ما اروح ان مفيش جاليه عربيه كبيره هناك، وبالتالي مفيش احياء واماكن معروفه للجاليه العربيه هناك، مش زي مثلا منطقه ميريلاندز وجرانفيل في سيدني، او منطقه مثلا داندنونج وكوبرد وبرانزويك اللي موجودين هنا في فيكتوريا. هناك مفيش جاليه عربيه كبيره زي اشهر مدينتين هنا في استراليا، سيدني وميلبورن. بس الشباب اللي انا قابلتهم هناك في بيرث لما رحت وزرتها قالوا لي على مكان ما صدقتهمش الصراحه الا لما رحت هناك وشفته بنفسي. لو انت بقى بتفكر تيجي هنا تعيش وتستقر في بيرث وقلقان من موضوع ان انت مش هتعرف تلاقي الاكل الحلال بسهوله، فاحب اعرفك على المكان ده. المكان ده اسمه سبوت شيد. سبوت شيد ده واحد من السوبر ماركتس المشهوره هنا في بيرث. انا الصراحه ما سمعتش عن البراند ده خالص في اي حته تانية في استراليا. هو موجود هنا وهو معمول، يعني هو فيه كل المنتجات اللي فيه او اغلب المنتجات اللي فيه لحوم حلال. طبعا هتلاقي الختم برضه عشان الناس بتاكل، بس هو في الاساس مش معمول لينا احنا كعرب، هو معمول للجاليه اللي هي الاسيويه، اللي هم بقى الاندونيسيين والحاجات دي، اللي هم الجاليه الاسيويه. هتلاقي
اغلب الناس هنا هتلاقي عرب وكل حاجه، بس هتلاقي ناس كتير. انا حتى كان معايا في الاتوبيس 4 شباب من اندونيسيا. عيب سبوتشت بس هو اي نعم في كل المنتجات اللي انت محتاجها زي كولز وولورث، بس كولز وولورث متوفرين باكتريه شويه في السيتي. هو سبوتشت مش موجود للاسف في السيتي، موجود في اماكن كده معينه بعيد شويه عن السيتي. يعني اقرب مكان انا لقيته مثلا جنب السيتي في حته اسمها مورلي دي حوالي 5 أو 6 كيلو من السيتي، يعني حوالي مثلا يعني بنتكلم مثلا 50 دقيقة تقريبا بالباص، أو مثلا تلت ساعة أو نص ساعة بالعربية. فمش أقرب حاجة، مش في السيتي. فأنت عشان تيجي هنا مثلا تشتري كل حاجة، الموضوع ممكن يبقى لبعض الناس متعب شوية، بس حلاوته الأسعار بتاعته كويسة جدا. هتلاقي في كل حاجة، يعني كل المنتجات اللي أنت ممكن تلاقيها في كولز وولورث هتلاقيها هنا. فأنت ممكن تيجي تعمل الشوبينج بتاع الأسبوع كله بتاعك من هنا، تجيب كل حاجة أنت محتاجها. وكمان هتلاقي هنا اللحوم الحلال. شايفين الختم اهو، انا برضه هحاول ابين عليه اهو. شايفين الختم بتاع الهلال دوت مكتوب عليه بخط اسود كده بس مش باين قوي يعني، بس مكتوب عليه حلال. معرفش تعرفوا تشوفوه ولا لا. هنا موجود اهو حلال، لحمه هنا اهي موجوده ان هي حلال، والسعر بتاعها كويس جدا. نص كيلو ب $5. الكيلو كامل تقريبا في كولز تقريبا ب $10 او ب $11، فتقريبا نفس الاسعار بتاعت كولز، مش اغلى. فدي حاجه كويسه، لان دايما اللحمه الحلال بتبقى اسعارها اغلى من اللحمه اللي مش حلال. ادي الفراخ نفس الموضوع برضو اهي، نفس الرمز حلال. ولا معاكم الناس اللي عايشين في بيرث مش لازم تروحوا للجزارين زي حالاتنا، يعني احنا ما عندناش الكلام ده في ميلبورن للاسف. هنا عاملين سيكشن لكل حاجه فعلا، سيكشن للعيش، سيكشن للالبان، سيكشن للفواكه، سيكشن للحمه، للفراخ، للشيبسي، السناكس، التوابل، البهارات، كل حاجه. كولز وولورث بعد الساعه 7 بيقفلوا. ده من الاماكن القليله جدا في بيرث اللي بتفضل فاتحه. المكانين بس اللي بيفضلوا فاتحين بعد الساعه 7 بالليل ماركت كده اسمه اي جي، ده بيفتح 24/7 بتاع 24 ساعه. مشكلته بس ان هو اسعاره اغلى شويه، بتاع ولاد الزوات كده زي ما بيقولوا. اسعاره عاليه يعني، اغلى ممكن تبقى مثلا مره ونص الاسعار العاديه، بس ميزته ان هو بيبقى فاتح 24 ساعه. فانت لو محتاج حاجه ضروري يعني وعايز تجيبها هتجيبها منه، هتلاقيه موجود في كذا مكان في السيتي. والمكان التاني اللي بيبقى فاتح 24 ساعة ما بيقفلش سبوتشت. فدي ميزة تانية لسبوتشت، اللحوم هنا حلال، الأسعار كويسة، وكمان فاتح 24 ساعة ما بيقفلش. الجامعات في بيرث من الأحسن في العالم. واحدة من الجامعات المشهورة جدا هناك هي جامعة إيديث كوين. إيديث كوين دي هي السيدة اللي صورتها حاليا على عملة $50 هنا في استراليا، وهي أول سيدة أسترالية تدخل البرلمان الأسترالي. الجامعة بتاعتها هي من أشهر الجامعات في مجال الهندسة في استراليا والعالم كله. بصوا كده، دي البوابة والمبنى بتاعتها، حاجة فخمة الصراحة. موضوع الشغل بقى في بيرث هو عيب أكتر منه ميزة الصراحة من وجهة نظري. أغلب فرص الشغل هناك بتصب كلها في ناحية مجال التعدين واستخراج المعادن من الأرض. أشهر شركة هناك PHP، دي اللي ماسكة الموضوع ده هناك، وهي أكتر شركة بتحتاج ناس. فلو وظيفتك ليها علاقة بشكل ما سواء من قريب أو من بعيد بالموضوع بتاع التعدين واستخراج المعادن والذهب والحاجات دي من الجبال، فانصحك جدا تركز موضوع هجرتك دوت او ان انت تروح هناك. ركز على الولايه دي لان دي اكتر ولايه هنا فيها صحراء ومناجم في استراليا كلها. فلو مجالك في الحته دي من قريب او من بعيد ارشح لك جدا تروح هناك، هيبقى سهل جدا تلاقي شغل. وكمان المرتبات في القطاع ده من اكتر مثلا 10 وظائف او اكتر قطاعات في استراليا، المجال ده مطلوب جدا ومرتباته عاليه جدا. مدينه بيرث وولايه غرب استراليا مناسبين جدا جدا ليك سواء دراسه او هجره لو انت ناوي تروح للحته دي. سيستم الشغل هناك من اللي انا شفته، يعني انا قابلت ناس قبل كده اشتغلت في الموضوع ده سواء بقى كاجوال او ده بقى مجالهم، بيروحوا هناك مثلا يقعدوا اسبوعين او شهر متواصل وبعد كده ينزلوا اجازه اسبوعين او شهر وهكذا. اما بقى باقي الوظائف الثانيه فالطلب عليهم في الولايه دي مش كتير قوي زي مثلا مدينه سيدني وميلبورن، اشهر مدينتين المهاجرين بيجوا عليهم هنا اول ما بتجيلهم الفيزا في اخر 10 سنين. واحده من المميزات اللي موجوده في مدينه بيرث هو اسعار البيوت. بما انها مدينه ريجنال فاسعار البيوت فيها بالذات لو انت حبيت تشتري يعني بيت اول ما توصل او حتى في المستقبل، اسعار البيوت هناك اقل بحوالي من 15 ل 20% من مدينه زي سيدني او ميلبورن. لو بيت ثمنه $1 مليون مثلا في سيدني ممكن تجيب حاجه شبهه ب 600 ل 700 الف في بيرث. فانك تتملك بيت في بيرث مش حاجه صعبه زي سيدني وميلبورن، بالذات بقى لو شغال في حاجه ليها علاقه بموضوع التعدين واستخراج المعادن ده في الولايه دي. ودي اكتر حاجه ولايه غرب استراليا مشهوره بيها، لان الولايه 3/4 اصلا لسه صحراء وكل فتره بيكتشفوا منجم جديد. فالمرتبات لاي حاجه ليها علاقه بالشغل في القسم والمجال ده
عاليه جدا. في ايام الاسبوع من الاثنين للخميس للاسف بيرث ما فيهاش اي حياه ليليه خالص. المحلات كلها بتقفل الساعه 6 او 7 بالكتير. حتى السوبر ماركت زي كولز وولورث في السيتي بيقفلوا برضو بدري. المكانين الوحيدين اللي بيفضلوا فاتحين 24 ساعه هم سبوتشر، الماركت والسوق بتاع اللحوم الحلال، وكمان IGA وده ماركت تاني كبير بس ده اسعاره بتكون غاليه جدا، ممكن مره ونص السعر العادي، وده علشان هو بيفضل فاتح لساعات متاخره. بعد الساعه 8 مش هتلاقي حد في الشارع خالص، هدوء تام. بعد الساعه 7 او 8 بالليل الدنيا بتتشقلب، هتحس ان انت لو ماشي في الشارع انت ماشي لوحدك تقريبا، مفيش اي حاجه هنا بتحصل، كل المحلات والشوبينج سنترز وكل حاجه تقريبا بتقفل تماما، مفيش حاجه هنا بتشتغل بعد الساعه 7. فده واحد من عيوب بيرث القليله، بعد الساعه 7 كل حاجه هنا بتقفل، طبعا غير الويك اند، الويك اند ده حاجه ثانيه مستقله، بس في الايام العاديه بعد الساعه 7 خلاص انت في صحراء، مفيش اي حاجه، مش هتحس ان في حياه هنا تمام. ولكن يوم الجمعه والويك اند بالليل فيكفي ان اقول لك ان بيرث اسمها سيتي اوف لايتس، يعني مدينه الاضواء. بيرث تحسها معموله للعائلات اكتر منها للناس السنجل. في ايام الاجازه بيتعمل عروض بالدرون والعاب ناريه، وبيعملوا زي مدينه ملاهي مصغره على اشهر نهر في بيرث السوان ريفر، والناس بتتجمع هناك علشان تتفرج على العروض دي. كل ويك اند بيكون غالبا في حاجه متنظمه ممكن تروح ليها السيتي وتقضي وقت حلو قوي مع عيلتك. في النهايه انا حابب اشكر جدا جدا اسعد وعمار، الشباب من الجاليه العربيه في بيرث، وما تاخروش عليا الصراحه خالص، وساعدوني اعرف حاجات كتيره جدا عن بيرث في المده القليله جدا اللي انا قعدتها هناك، ولولاهم ما كانش الفيديو هيطلع بكم المعلومات دي، فانا حابب اشكرهم جدا جدا. اخر حاجه، هل مدينه بيرث حلوه في المعيشه لعيله؟ الاجابه اكيد. المدارس والجامعات كويسه جدا، والمستشفيات كمان هناك كويسه جدا، نظام المواصلات يعتمد عليه، والبلد جميله وهاديه جدا، ما حسيتش فيها بالانفتاح زي سيدني وميلبورن. اعتقد ان السيطره على الولاد الصغيرين من فكر المجتمع الغربي هتكون اسهل بكتير وانت عايش هناك عن لو عشت مثلا في مدينه كبيره منفتحه اكتر زي مثلا سيدني وميلبورن. مشكلتها الوحيده ان خلال الاسبوع كل حاجه بتقفل بدري، وبعد الساعه 6 7 انت خلاص مش هتعرف تخرج سواء لوحدك او مع عيلتك، ولا هتعرف كمان تروح تشتري اي حاجه. بس غير كده فكمعيشه واكل وامان وجو وترفيه فاكيد هي احسن واحلى مدينه انا زرتها هنا في استراليا، ومين عارف يمكن استقر هناك في المستقبل يوما ما. اشوفكم على خير وسلام.